جلالة الملك حفظه الله والرؤية الملكية السديدة للرياضة ببلادنا، فالإنجازات التاريخية في محمد السادس لكرة القدم كانت سنة 2010 لتساهم في انتقاء وتكوين ممارسين لرياضة كرة القدم من مستوى احترافي عالي، وتضاهي مراكز التكوين المهنية الأوروبية ذات الصيت العالمي. السيد وليد الركراكي. استقبال الملكي لمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي الذي استطاع في زمن قياسي بضعة أشهر من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية. وسام العرش درجة قائد بحرفية عالية وتنافسية قوية وغيرة وطنية صادقة وقيم إنسانية راقية، أدى الفريق الوطني منافسات بطولية. اللاعبون: السيد غانم سايس محترف بنادي بشكتاش التركي. وسام العرش درجة ضابط. تكريم ملكي لعميد الفريق الوطني غانم سايس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال التي جمعت الفريق الوطني. السيد ياسين بونو محترف بنادي FC سيفيل الإسباني. وسام العرش درجة ضابط. حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباك. وجلالة الملك حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصورة للتاريخ، تاريخ مجيد حافل بالبطولات.